السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي انك تتعلم حاجه جديده في اسرع وقت. كلنا بنواجه تحدي التعلم واكتساب مهارات جديده في حياتنا اليوميه، فلو عايزين تعرفوا اسرار التعلم السريع تابعوا الفيديو ده للاخر. قبل ما نبدا، لو انت مش مشترك في القناه وتتفرج علينا دلوقتي، انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنقدمها. واكيد يعني لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك، ويلا بينا نبدا. الجزء الاول او الحاجه الاولى هو انك تحدد الهدف بوضوح. يعني ايه؟ يعني لازم تعرف انت عايز تتعلم الحاجه دي ليه. هل هي هتفيدك في شغلك ولا هي مجرد هوايه؟ لما تحدد الهدف بتاعك بيبقى الموضوع اسهل واوضح. كمان لازم تعمل خطه واضحه، حدد جدول زمني ووزع فيه المهام اللي هتعملها كل يوم. مثلا لو عايز تتعلم برمجه ممكن تحدد انك هتدرس ساعه كل يوم لمده شهر. الحاجه الثانيه تقسيم المهاره الكبيره لمهام صغيره. دلوقتي لازم تقسم المهاره الكبيره لمهام صغيره، وده بيساعدك انك ما تحسش بالضغط والاحباط. كل مهمه صغيره بتبني على اللي قبلها. مثلا لو عايز تتعلم العزف على الجيتار ممكن تبدا بتعلم الاوتار الاساسيه، وبعد كده التمارين البسيطه بتعمل كده لحد ما تلاقي نفسك عزفت مقطوعه كامله. الحاجه الثالثه استخدام مصادر متنوعه. استخدامك لمصادر متنوعه بيساعدك على فهم الموضوع بشكل اوسع واسرع. دلوقتي عندنا الانترنت اللي فيه كل حاجه، ممكن تشوف فيديوهات على اليوتيوب او تقرا كتب الكترونيه او تشترك في دورات اونلاين. كمان ممكن تسال ناس عندها خبره في المجال اللي انت عايز تتعلمه. التنوع في المصادر بيديك وجهات نظر مختلفه وبيساعدك تشوف الصوره الكبيره. الحاجه الرابعه او الجزء الرابع، مارس بانتظام. الممارسه هي المفتاح. لو قريت او شفت فيديو بس مش هتتعلم كتير من غير ما تمارس. لازم تخصص وقت كل يوم للممارسه، ممكن تكون كل يوم نص ساعه او ساعه عادي. الممارسه اليوميه بتخلي المعلومات تثبت في دماغك وتحسن مهاراتك بشكل مستمر. حاول تتحدى نفسك وتطبق اللي اتعلمته في مواقف حقيقيه. الحاجه الخامسه تقبل الفشل وتعلم منه. الفشل هو جزء من عمليه التعلم، وده طبيعي جدا، كلنا بنغلط وبنفشل. المهم ازاي نتعامل مع الفشل ده. ما تخافش تغلط، لان كل غلطه هي فرصه انك تتعلم حاجه جديده. مثلا لو كنت بتحاول تتعلم رسم وكل مره تلاقي الرسمه مش بتطلع زي ما كنت متوقع، استمر وحاول تاني. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتحسن وبتتعلم من اخطائك. الحاجه السادسه حافظ على الحماس والدافع. الحفاظ على الحماس والدافع حاجه مهمه جدا. اوقات ممكن نحس بالاحباط او نفقد الحماس، عشان كده لازم تلاقي طرق تحافظ بيها على الحماس. مثلا كافئ نفسك لما تحقق هدف صغير، او اتعلم مع اصحابك عشان تشجعوا بعض. حدد اهداف قصيره المدى وكافئ نفسك لما تحققها. الحاجه السابعه والاخيره استخدم التقنيات التعلم الحديثه. في تقنيات حديثه بتساعدك تتعلم بشكل اسرع، زي التكرار المتباعد والاستدعاء النشط. التكرار المتباعد يعني انك تراجع المعلومات في فتره زمنيه متباعده، وده بيساعد على تثبيت المعلومات في الذاكره طويله المدى. الاستدعاء النشط يعني انك تحاول تسترجع المعلومات من غير ما تبص عليها، وده بيقوي الذاكره وبيحسن الاستيعاب. ودي كانت اهم النصائح للتعلم السريع واكتساب مهارات جديده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بس تعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.